انتشر مقطع إن صدق فهو فضيحة وعار في حق الدكتور خالد الزعاق. ظهر الزعاق في فيديو وهو يقبل رأس المشهور سعود القحطاني. أين العار بالموضوع؟ الزعاق محتواه علمي بالغالب وبعيد كل البعد عن خدش الحياء، وآمن للمتابعة من كل أفراد العائلة نساء وأطفال، وعلى الطرف الآخر سعود القحطاني. فبماذا اشتهر هذا المخلوق؟ بداية لا ننسى مقطعه القديم مع المراهق الكويتي، وكيف كان به إيحاءات غير جيدة وكمية هز المؤخرة أمام الناس بلا حياء، وأيضا مقاطعه مع الفتيات وما صحبها من الفاظ، وأيضا مقطع السروال حين قام بفسخ سرواله مهددا بإخراج عورته أمام فتاة. وأكثر من ذلك، كيف لشخص مثل الزعاق يستهدف الفئة المحترمة من الناس الغيورين على نسائهم وأطفالهم من مشاهدة الابتذال والفحش، ينشر لهم فيديو وهو مع من قدم هذا الفحش. قد يكون للزعاق عذر واحد فقط، إنه قد لا يكون يعرف من هو سعود القحطاني. وأنا شخصيا أتمنى أن يخرج ويعتذر، فلا يقبل رأس إلا الكبار أو العظماء في النواحي الإنسانية. تعليقاتكم محل اهتمامنا، ورأيك مهم في التعليقات. هل أنا على حق أم لا؟ شكرا لمتابعتكم. قناة سبآنخ بالكموني، يا واد يا كموني.